ظهور قرين صابر علشان يشقلب حياته في كل النواحي. لسه الجن بيواصل ألعابه ضد صابر، وبيظهر قرين صابر في الوقت اللي قرر فيه إن هو يكون في خلوة في بيته القديم، وده علشان بيحاول يرجع لحياته الطبيعية بعد هروب مراته وقتل مامته على إيد أخته. وبيقابل قرينه وبيقوله إن عز مش ابنه، وقرينه بيبدأ يشككه في نفسه وفي كل المحيطين بيه. فبيقوم صابر يستخدم علامة عشيرة الجن اللي بتكون موجودة على إيده، وده علشان يخلص من قرينه الشيطاني اللي بيظهر ليه فجأة. وبنشوف إن تاج اللي هي بتحاول دايما إن هي تكون جنب صابر وتساعده، هي بتكون بالنسبة له لغز وطريقتها مش مفهومة. وبنشوف دايما إن هي بتظهر ليه بتهيؤات، وصابر بيشوفها معاه في أوضة نومه. وبنشوف برضه إن عماد بينفي اللي قاله صابر للدكتور إبراهيم، وبيوضح له إن هو مالوش علاقة بيه من أي نوع ومفيش أي صلة تجمعهم. يا ترى إيه اللي هيحصل في قصة صابر المداح بعد كده؟ هنعرف بعد كده.